يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة في مباراة الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد بهدف دون مقابل. وسيلتقي الزمالك مع فريق المريخ السوداني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل 17 فبراير في 3 عصرا بتوقيت القاهرة 4 بتوقيت السعودية وقطر، وستذاع المباراة عبر قناة BN سبورت. ويدخل المريخ اللقاء بعد خسارة مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات أمام الترجي التونسي بهدف دون مقابل. وجاء ترتيب المجموعة قبل انطلاق الجولة الثانية على النحو التالي: فريق شباب بلوزداد في المركز الأول ب3 نقاط، والترجي التونسي في المركز الثاني بنفس الرصيد، والمريخ السوداني والزمالك في المركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط. وستقام مباراة الزمالك والمريخ على ملعب الشهداء في ليبيا بعد رفض الهلال السوداني استضافة مباريات المريخ بدوري أبطال أفريقيا.